أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم في الحلقة 90 من كرة مع العمدة، والحلقة 22 من حلقات الموسم الرياضي الجديد 2022-2023. مع كل موسم انتقالات كروية، وخصوصا في شهر يناير اللي بيكون في نص الموسم الرياضي، بنشوف ونسمع حاجات ليها العجب. لعيب من العناصر الأساسية تلاقيه فجأة عايز يمشي. لعيب قاعد على الدكة في فرقته بقاله فترة، ولا هو في فورمته ولا في لياقته، وتلاقي سعره ضارب في السماء. لعيب اتعرض عليك 100,000 مرة قبل كده وانت رفضته، فجأة تلاقيه مرشح بقوة للانضمام لفريقك، ولاعيب يمضي معاك والصفقة ما تتمش بعد ما مصر كلها عرفت انه مضى مع فرقتك. بصفة عامة كل ده للأسف طبيعي في الدوري المصري بتاعنا، لأن المنظومة الكروية في مصر سمك لبن تمر هندي. زي ما حضراتكم عارفين، منظومة ما فيهاش أي معايير أو مقاييس ثابتة تقدر تبني عليها أي حاجة مستقبلية، ولا فيها قوانين ولوائح تخليك تعرف راسك من رجليك. منظومة إعلامها فاسد بيفتقد لأدنى درجات المهنية والشفافية. لكن بصفة خاصة الموضوع زايد جدا عن حده الطبيعي في بورسعيد. الانفرادات والحصريات والتوقعات مبهدلة الدنيا، ومش من دلوقتي، ده من بداية الموسم. كل يوم والتاني أخبار غلط، أو على الأقل أخبار ما بتحصلش منها أي حاجة في أرض الواقع. والصفحة الرسمية للنادي المصري ياما نفت وكذبت أخبار. وزي ما قلنا قبل كده، اللي بينشر الكلام ده أكيد مش عايز خير للنادي المصري. يعني لما ناس تطلع قبل ماتش الداخلية بساعات قليلة وتقول إن مستر كامل أبو علي استقال من رئاسة النادي المصري أو بيفكر في الاستقالة، يبقى دي ناس أكيد عايزة تعمل بلبلة. ولما ربنا كرمنا وكسبنا ماتش الداخلية والبلد كلها فرحانة، يطلع الناس تقول لك حسام حسن هيسيب الفرقة لو الإدارة ما جابتش صفقات جديدة في يناير. وناس تانية تقول لك هيسيبنا ويروح يدرب بيراميدز، على الرغم من إن التوأم كذبوا الكلام ده، إلا إن برضه لسه في ناس بتقول. يظهر إن في ناس مش عايزانا نفرح، مش عايزانا نستقر. والغريبة إن في قطاع كبير من جمهورنا بيشير الأخبار دي وبيساهم في انتشارها، وبالتالي بيساهم في وصول صاحب الأخبار دي لأغراضه. نيجي بقى للصفقات. بسم الله ما شاء الله، النادي المصري اشترى لاعيبة مصر كلها، وناوي يستغنى عن نص لاعيبة الفرقة في صفقات تبادلية. والنتيجة إن مفيش حاجة رسمية تمت لحد دلوقتي، والسبب الانفرادات والحصريات. كأننا ما اتعلمناش حاجة من اللي حصل في بداية الموسم. على العموم يا جماعة، احنا كجمهور ملناش رأي فني في الصفقات، ده رأي الجهاز الفني بالتنسيق مع مجلس الإدارة. فيا ريت محدش يشغل باله بالصفقات، لأن أنت مش شرط تجيب لعيب سوبر عشان تقول دي صفقة ناجحة. بالعكس، احنا ياما صنعنا لعيبة وعملنا لهم اسم وسمعة في الوسط الكروي، زي أحمد كابوريا وأحمد جمعة وأحمد أيمن منصور وإسلام عيسى وأحمد شكري وأحمد رفعت. قايمة طويلة من اللعيبة، معظمهم كان مغمور، لكن النادي المصري هو اللي خلاهم بقوا صفقات سوبر، وكل الأندية كانت عايزاهم. ويا ريت واحنا فرحانين بالانفرادات والحصريات ما ننساش ان النادي المصري خلال شهر يناير الجاري داخل على 3 مباريات في غاية الأهمية والصعوبة، وكلها ورا بعضها. الأولى يوم السبت 7 يناير أمام نادي الاتحاد السكندري، والتانية يوم الخميس 12 يناير أمام النادي الأهلي، والتالتة يوم الجمعة 20 يناير أمام نادي غزل المحلة. وده في الجولات 12 و13 و14 من منافسات الدوري العام. عشان كده يا ريت كل واحد بيحب النادي المصري يعرف أهمية المرحلة اللي النادي داخل فيها خلال منافسات الدوري. مرحلة عايزة الدعم والاستقرار عشان نقدر نعوض النقط اللي خسرناها في بداية الدوري. يعني مش وقت أخبار مضروبة وانفرادات وحصريات. وفي ختام حلقتنا أحب أشكر كل المشاهدين والمتابعين على ثقتهم فينا واهتمامهم بالمادة اللي بنقدمها، واللي بنتمنى دايما إنها تحظى بإعجابكم وتكون عند حسن ظنكم. إلى اللقاء في حلقة جديدة وانتصار جديد للنسر الأخضر. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو
واشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله.